أهلا بكم في عالم يوتيوب الرائع. انشغل بخطوة واحدة، فلا تخف من الانطلاق وتجربة أشياء جديدة. تذكر أن الجميع بدأ بعدد صفر مشترك. يكمن السر في التركيز على إنشاء محتوى عالي الجودة يثير شغفك. كن على طبيعتك ودع شخصيتك تتألق، ولا تخف من ارتكاب الأخطاء. تعلمك من هذه الأخطاء هو جزء من المتعة. مع بداية رحلتك تذكر أن الاستمرارية هي المفتاح. حاول تحميل مقاطع فيديو جديدة بانتظام حتى يعرف جمهورك موعد توقع محتوى جديد. تفاعل معهم في قسم التعليقات وقم بالرد على رسائلهم. يعد بناء مجتمع حول قناتك أمرا أساسيا للنمو. أخيرا، لا تيأس إذا لم ترى نتائج بين عشية وضحاها. إن تنمية قناة يوتيوب تتطلب وقتا وجهدا. حافظ على اتزامك واستمر في التعلم، والأهم من ذلك كله استمتع بالرحلة. إيجاد مكانك. ما هو شغفك؟ قبل أن تبدأ التصوير من المهم تحديد محتوى قناتك. ما الذي يثير شغفك؟ ما الذي تعرفه جيداً؟ إن مكانك أو مجالك هو الموضوع أو الفكرة التي ستركز عليها قناتك. اختيار مجال محدد يساعدك في جذب جمهور مهتم بما تقدمه. فكر في هواياتك واهتماماتك ومجالات خبرتك. هل تحب الألعاب أو الطبخ أو السفر أو أي شيء آخر؟ بمجرد أن تكون بعض الأفكار، أبحث قليلاً على يوتيوب. شاهد ما يفعله منشئو المحتوى الآخرون في هذه المجالات. هل هناك أي ثغرات يمكنك سدها أو وجهات نظر فريدة يمكنك تقديمها؟ تذكر أن مجالك ليس ثابتاً إلى الأبد. يمكنك دائما تعديله وتحسينه مع مرور الوقت. الشيء الأكثر أهمية هو اختيار شيء أنت متحمس له حقا، لأن هذا الشغف سينعكس في مقاطع الفيديو الخاصة بك. تخطيط مقاطع الفيديو الخاصة بك. الآن بعد أن أصبح لديك مجال محدد، فقد حان الوقت لبدء تخطيط مقاطع الفيديو الخاصة بك. يعد وجود خطة أمرا مهما للحفاظ على تركيز محتواك وجاذبيته. ليس بالضرورة أن تكون الخطة معقدة. حتى المخطط البسيط يمكن أن يساعدك في البقاء على المسار الصحيح. ابدأ في طرح أفكار لمقاطع الفيديو ضمن مجالك. ما هي بعض الأسئلة التي قد يطرحها جمهورك المستهدف؟ ما هي المشاكل التي يمكنك مساعدتهم في حلها؟ فكر في أشكال الفيديو المختلفة التي يمكنك تجربتها، مثل مقاطع الفيديو التعليمية أو المراجعات أو يوميات الفيديو أو التحديات. بمجرد أن تكون بعض الأفكار، أنشئ سيناريو أو مخططا تقريبيا لكل فيديو. سيساعدك هذا في تنظيم أفكارك وضمان التدفق المنطقي للمعلومات. لا تخف من الارتجال وإضافة شخصيتك إلى النص. تذكر أن مقاطع الفيديو الخاصة بك يجب أن تقدم قيمة لجمهورك، سواء كان ذلك ترفيها أو تعليما أو إلهاما. تأكد من أن يشعرهم محتواك بالرضا وأن يجعلهم يرغبون في المزيد. الجزء الرابع: جهز معداتك. الأساسيات للتسجيل. لست بحاجة إلى استوديو هوليوود لإنشاء مقاطع فيديو رائعة على يوتيوب. بدأ العديد من مستخدمي يوتيوب الناجحين بمعدات أساسية وقاموا بالترقية تدريجيا مع نمو قنواتهم. الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على صوت وفيديو واضحين. لتسجيل الفيديو تعد كاميرا هاتفك الذكي نقطة انطلاق رائعة. من المحتمل أن تسجل مقاطع فيديو عالية الجودة مناسبة تماما ليوتيوب. مع تقدمك يمكنك التفكير في الاستثمار في كاميرا مخصصة للحصول على جودة صورة أفضل. الصوت الجيد أمر بالغ الأهمية. في حين أن الميكروفون المدمج في الكاميرا قد يكون كافيا للتسجيلات الأساسية، إلا أن الميكروفون الخارجي سيحسن جودة الصوت بشكل كبير. يمكنك العثور على ميكروفونات لاسلكية أو ميكروفونات USB بأسعار معقولة تتصل مباشرة بجهاز التسجيل الخاص بك. يمكن للإضاءة أن تحسن مقاطع الفيديو الخاصة بك أو تفسدها. ضوء النهار هو صديقك المفضل. حاول التصوير بالقرب من نافذة خلال النهار. إذا كنت تصور ليلا أو في غرفة ذات إضاءة خافتة، فاستثمر في بعض مصابيح LED بأسعار معقولة لإضاءة المشهد.
الجزء الخامس: سحر المونتاج، دمج كل شيء معا. بمجرد الانتهاء من تسجيل الفيديو، حان وقت تحريره إلى منتج نهائي متقن. قد يبدو التحرير شاقا في البداية، ولكن هناك الكثير من برامج تحرير الفيديو سهلا، والكثير منها مجاني. ابدأ باستيراد لقطات الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بك إلى برنامج التحرير الذي اخترته. قم بقص أي أجزاء غير ضرورية، ورتب المقاطع بترتيب منطقي وفقا لسيناريو أو مخطط الفيديو. أضف انتقالات بين المقاطع لإنشاء تجربة مشاهدة سلسة. بعد ذلك قم بتحسين الصوت عن طريق ضبط مستويات الصوت وتقليل ضوضاء الخلفية. يمكنك أيضاً إضافة موسيقى ومؤثرات صوتية لجعل الفيديو أكثر ديناميكية. تقدم العديد من مكتبات الموسيقى المجانية عبر الإنترنت، مجموعة واسعة من المقاطع للاختيار من بينها. أخيراً، أضف تراكبات نصية ورسومات وحتى مؤثرات خاصة لتحسين الفيديو بشكل أكبر. حافظ على تناسق علامتك التجارية في جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام أنماط الخطوط والألوان ومواضع الشعارات نفسها. الجزء السادس: العناوين والأوصاف والعلامات. يا إلهي! يلعب عنوان الفيديو والوصف والعلامات دورا مهما في مساعدة الأشخاص في العثور على المحتوى الخاص بك على يوتيوب. اعتبرها واجهة متجر الفيديو الخاص بك. يجب أن تكون لافتة للنظر وغنية بالمعلومات لجذب المشاهدين. يجب أن يكون عنوانك موجزا وجذابا ويعكس بدقة محتوى الفيديو الخاص بك. استخدم كلمات مفتاحية من المحتمل أن يبحث عنها الأشخاص عند البحث عن مقاطع فيديو، مثل مقاطع الفيديو الخاصة بك. فكر في استخدام الأرقام أو الأسئلة أو الكلمات القوية لجعل عنوانك بارزا. يوفر الوصف مزيدا من السياق حول الفيديو الخاص بك. استخدمه لتلخيص المحتوى وإبراز النقاط الرئيسية وتضمين روابط ذات صلة بموقعك على الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الموارد الأخرى المذكورة في الفيديو. تساعد العلامات يوتيوب على فهم محتوى الفيديو الخاص بك. استخدم مزيجا من الكلمات المفتاحية العامة والمحددة المتعلقة بموضوع الفيديو الخاص بك. يمكن أن تساعدك الأدوات مثل تيوب بادي أو فيديو IQ في البحث عن كلمات مفتاحية ذات صلة وتحسين علاماتك.